احكي لكم موقف حصل معايا وانا رايحه الكليه. للاسف كليتنا زي اي كليه اصيله مش ملتزمه بضوابط الدين والشريعه ومش بتدينا اجازه في رمضان. بما ان الكليه منزلانا عادي فكنت رايحه الساعه 8 الصبح للسكشن عادي، وكان عندنا اناتومي. يعني مش كفايه نازلين بدري، هم كمان منزليننا على مشرحه. فركبت اول مواصله، انا بركب مواصلتين للكليه بتاعتي. المواصله رقم واحد ركب جنبي بنت، فهي حاطه ريحه، يعني حاطه برفيوم تمام، بس حاطه يعني اوفر شويه، اللي هي يعني مش رشتين مثلا، لا هي ممكن تكون وقفت ترش كتير. الريحه كانت فعلا قويه جدا وظاهره. فكره انه العطر اصلا للبنات بره البيت حرام وكده، يعني الحديث كان بيقول ايام امراه استعطرت فمرت برجال فوجدوا ريحها كتبت زانيه. مش عارفه نص الحديث بالظبط، احط لكم هنا عشان ما بقاش بغلط يعني في الحديث. تاني حاجه بقى، دايما قبل رمضان بيجي البوست بتاع الحاجات اللي بتفطر يعني، والحاجات اللي لا عشان ناخد بالنا. فمن ضمنهم ان انت لو استنشقت عطر او ان انت يعني اتقصدت ان انت تستنشقه، يعني ده معناه ان انت هتفطر. طبعا فضلت طول المواصله متضايقه جدا من الريحه، وانا اصلا من الناس اللي عندها حساسيه، يعني حتى ما كانش فيه شباك مفتوح يعني ان انا اطلع وشي منه عشان اتفادى الريحه دي. انا يعني فكرت قلت طب اقول لها يعني ولا ايه. والله هي يعني بنوته جميله عادي ولبسها ملتزم يعني، ولكن ممكن تبقى حاجه زي كده انت مش واخده بالك منها. فالمفروض ان احنا نحاول نوعي بعضينا. انا ما اتكلمتش لسبب ان انا قلت كده هلفت نظر الناس اللي راكبه ليها. ما هو احنا كنا كام بنت في العربيه بس مش معروف هي مين، يعني ممكن ان احنا كنا قاعدين بنات جنب بعض، مش معروف مين بالظبط اللي حاطه العطر ده. ففي نفس الوقت ما حدش هيبص يعني الواحده فينا بالتحديد، يعني علشان العطر اللي هي حطاه ممكن ان انا هلفت نظر حد من اللي قاعدين ليها، فابقى شلت ذنبه وذنبها. صح ولا ايه؟ واحنا راجعين نفس الموقف حصل، بس مع ولد بيركب العربيه برضو ريحه البرفيوم عاليه جدا، مش اللي هي حد ريحته حلوه، لا حد مأفور قوي في الريحه، وبجد الريحه تخنق. الوقت ورانا حد قاعد بيقرأ قرآن وصوته ما شاء الله يعني اللهم بارك كويس جدا. زي ما في مثال سيء في مثال حلو برضو، والاتنين كانوا في نهار رمضان. ده ادى سيئات او يعني ادى نفسه سيئات يعني، ولو حد التفت له وبص له فعلا هياخد سيئات على ده. ولو حد استنشق جامد مثلا ولا ما خدش باله ان هو حافظ على صيامه ممكن ياخد سيئات. والتاني اللي هو بيقرأ قرآن ده ادانا حسنات كويسه جدا لاي حد اصغى ليه وسمعه، وهو نفسه خد حسنات كويسه. فموقف بسيط وانت رايح في مواصله ممكن فعلا يعني يشيلك وزر قوي يكسبك حسنات. انت لو شفت موقف زي كده، يعني انت شفت ان حد عامل حاجه غلط، هل انت هتروح تكلمه ولا لا؟ سلام.